طبعا احنا اتملينا الكلمات لان في الصفحة بتاعتنا اللي كان موجود فيها اخر صفحة خدنا فيها الحروف في حاجتين بس موجودين تحت هنقولهم مع بعض سريعا. نبص في الكتاب بتاعنا ونشوف مع بعض. زي ما احنا شايفين هنا في رقم 4 في الصفحة رقم 10 في كتاب الوزارة بيقول ordena las letras del alfabeto. رتب حروف الأبجدية. ordena يعني رتب. las letras يعني حروف del alfabeto حروف الأبجدية. جايب لنا الحروف اللي احنا خدناها كلها متلخبطة ومطلوب منكم انكم ترتبوها زي ما انتوا حفظتوا ترتيب الحروف او الحروف اللي احنا خدناها. نرتب الحروف زي ما احنا خدناهم بالترتيب. الجزء الأخير في الصفحة زي ما هو كاتب ويمكن احنا عملنا الموضوع مع بعض مليتكم كلمات ولكن هو عايز هنا كلمات معينة. بيقول escucha, comprueba y repite يعني اسمع وتأكد وكرر. مفروض ان في كلمات هتتقال نعتبرها هي الكلمات اللي انا سألتكم فيها. اسمع وتأكد في دماغك وبعدين كرر زي ما البروفيسور او المدرس بيقول. هنا الكلمات في الرقم 5 بيقول escribe las letras que dice el profesor. اكتب الكلمات اللي بيقولها المدرس. y forma 6 palabras وكمل أو شكل 6 كلمات. طبعا هنا جايب لكم 1 2 3 4 5 6. ماشي، أنا هقول لكم كل كلمة بعدد حروف معين، فأنا هقول لكم الكلمات حسب الصورة اللي موجودة وانتوا هتحاولوا تكتبوا كل كلمة في مكانها. lápiz, lápiz, zapato, zapato, ordenador, ordenador, silla, silla, yate, yate، وآخر كلمة coche، coche. زي ما انتم شايفين هو عامل لك الأماكن بعدد الحروف بتاعت كل كلمة. هتحاول تكتب كل كلمة على حسب عدد حروفها في المكان المناسب ليها. مش عايزكم تقلقوا خالص من موضوع الكلمات اللي أنا بقراها في رؤوس الأسئلة أو في شرح الأسئلة. الكلمات دي مع الوقت إحنا هناخدها. أنت مش مطالب خالص بالحاجات دي دلوقتي. مع الوقت ومع التكرار أنت خلاص هتكون عارف كل كلمة. وأنصح كل حبايب الحلوين اللي بيسمعوني وهم معاهم الكتاب أو معاهم البي دي إف، لو حد معهوش البي دي إف أنا أبعتهوله من عينيا الاتنين. مفيش مشاكل خالص. يعني يطبع الورق ده ويكتب فوق كل كلمة معنى الكلمة بالعربي أو بالإنجليزي أو باللغة اللي أنت بتتقنها عشان خاطر تقدر تعرف الكلمات دي مرة في مرة. خلاص أنت هتخليها عندك على جنب وهتستخدمها لأنها مهمة جدا بعد كده لما بيجي الامتحان. نروح بعد كده للصفحة الرئيسية اللي هنبدأ بيها النهاردة وهي الصفحة رقم 11 في الكتاب بتاع الوزارة، كتاب بالي. نسيت أقول لكم المرة اللي فاتت إن بالي معناها ماشي أو تمام. زي ما أنت بتتكلم واحد تقول له ماشي ماشي تمام، فكلمة بالي معناها تمام أو ماشي. زي ما قلت لكم الصفحة رقم 11 بتبدأ فوق ب pide información a tu compañero. pide información a tu compañero. اطلب معلومات من صديقك أو رفيقك. compañero يعني رفيق. رقم 6 هنا بيقول ميرا إليه. خدناها المرة اللي فاتت. ميرا يعني انظر وليه يعني اقرأ. حرف الإي اللي موجود في النص ده حرف العطف بتاع اللغة الأسبانية اللي هو معناه و. إي يعني و. ميرا إي ليه. بص واقرأ. وهنا في حوار موجود بين صديقين موجودين، ولد وبنت بيتكلموا مع بعض. خدنا منه جزء كبير المرة اللي فاتت. بيقول لها ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas؟ قالت له me llamo نورا. سألها ¿y de apellido؟ قالت له سيد. ¿Cómo se deletrea؟ S A Y A D. هنا نورا بتتكلم مع زميلها فهو بيقول لها ¿Cómo te llamas؟ قالت له me llamo نورا. سألها عن اسم اللقب أو العيلة ¿y de apellido؟ قالت له سيد. وبعدين قال لها ¿Cómo se deletrea؟ أقدر أكتبه إزاي أو استهجاه إزاي؟ قالت له S A Y A D. رقم 6 ب هنا قدامها على طول ناحية اليمين
بيقول pregunta a tus compañeros، اسأل زملائك أو رفقائك sus nombres، أسمائهم y apellidos، اسم كل واحد والابييدو بتاع كل واحد، وتبتدي تكتبه في الجدول اللي موجود عندك. كلمة جدول باللغة الأسبانية يعني تابلا. تابلا يعني جدول، مش طبلة ما نسوقش فيها. تابلا دي هتكون اكتر لو انتوا مجموعة مع بعض بتتعلموا اللغة الاسبانية، او لو انتوا مثلا ممكن تعملها مع نفسك وتخترع مجموعة من الاسماء وتكتب تملى الجدول ده، او مع زمايلك في الفصل لما تبدأ الدراسة ان شاء الله. رقم 6 في بيقول هنا mira el dibujo y presenta a dos compañeros، يعني بص على الرسمة اللي موجودة وقدم 2 من زملائك. طيب الرسمة دي بتقول ايه؟ هناخد حاجة جديدة مهمة جدا هنقراها مع بعض وهشرحها لكم بالتفصيل. Ella se llama Fátima. Él se llama Ahmed. تاني. Ella se llama Fátima. Él se llama Ahmed. فهمتوا ايه؟ يعني انتوا حاسين ان ella و él معناهم ايه؟ صح. ella قريبة أوي من كلمة هي باللغة العربية، وهي معناها هي فعلا. ella يعني هي. ella se llama، أنا بقول ¿cómo te llamas؟ اسمك أنت إيه؟ فعل اسمه llamarse، زي ما انتوا شايفينه كده llamarse، السي منفصل عن يمار، وده فعل معناه يسمي، يعني بيقول اسمه llamarse يعني يسمي. لما أقول لواحد ¿cómo te llamas؟ اسمك إيه؟ لما أنا بقول على نفسي أنا me llamo مختار، اسمي أنا مختار. ولما أقول ella se llama هي اسمها فاطمة، ella se llama. ولما أقول عليه هو él se llama أحمد. طب تعالوا لي كده كلكم نقولهم تاني مع بعض. الأفعال في اللغة الأسبانية بتصرف زي الأسباني وزي الفرنساوي والإنجليزي والألماني. الإنجليزي كلنا عارفين إن الأفعال برضو بتتصرف I am، he is، she is، you are. فكل فعل أو كل ضمير بيجي معاه تصريف مختلف من الفعل عشان خاطر نقدر نفرق بينهم. الإيطالي والأسباني والفرنساوي قريبين جدا من موضوع تصريف الأفعال، وكل فعل بياخد شكل مختلف مع كل ضمير مختلف. الموضوع ده نتيجة أصل الكلمات اللاتيني، أو أصل اللغات دي كلها لاتيني، واللاتينية بتعتمد على موضوع تصريف الأفعال بشكل قريب من الثلاث لغات دول. طيب نقول تاني te llamas، te llamas اسمك. me llamo، me llamo اسمي. ella se llama هي اسمها، ella se llama. وكمان هو يعني ال وال A الأولانية عليها شدة اسمها acento. acento الشدة اللي بتتحط فوق الحروف المتحركة في اللغة الأسبانية اسمها acento. طيب ال يعني هو él se llama أحمد. طب نقول الفعل من غير الأسماء me llamo، te llamas، se llama على ella أو على él. ال وإيا هو وهي بياخدوا نفس شكل تصريف الفعل، قريب قوي كمان عشان تفتكروا من اللغة الإنجليزية she is، he is. تمام؟ واضحة دي؟ هوضحها لكم تاني من الكتاب. في الكتاب هنا كاتب لك جدول على اليمين بعد المثال بتاع فاطمة وأحمد، على يمينهم 6 د بيقول yo me llamo، وعايزنا نكمل الكلمات دي هنكملها زي ما هي مكتوبة. هو كاتب لكم الضمائر وكاتب قدامها تصريف الفعل نفسه بتاع llamarse اللي هو ينادي زي ما انتم شايفين. yo يعني أنا، me llamo اسمي، tú يعني أنت، فاكرين الدرس اللي فات لما سألناه قلنا لها y tú، tú يعني أنت، tú te llamas، tú te llamas. él se llama، él se llama. ella
se llama. ella se llama. ممكن أحط اليو وممكن أحط تو، ممكن أشيلهم، وإل وإيا ممكن أشيلهم وأحطهم. لو أنت عارف الشخص اللي بيتكلم ده مذكر ولا مؤنث، مذكر هيبقى إل هو، ومؤنث هتبقى إيا يعني هي. الموضوع مفهوش صعوبة، هنقول الضمائر لوحدها لغاية هو وهي. يو، تو، إل، إيا. يو أنا، تو أنت، إل إيا هو وهي. دي كده الضمائر اللي احنا خدناها لغاية دلوقتي.